صباحكم واهلا وسهلا فيكم بمطبخ الخال. وصفتنا اليوم وصفة سهلة وكتير طيبة، الخبز الفرنسي او مثل ما بيسموه خبز الحليب. خليكم معي ويلا خلينا نبلش بالمرحلة الأولى. أول شغلة عندي هون 300 ملي حليب. طبعا الحليب أنا عندي دافي. بنضيف عليهم عندي معلقة خميرة، معلقة طعام كبيرة مليانة خميرة فورية. وفي عندي هون 50 جرام سكر، وفي عندي هون 50 جرام زبدة. الزبدة طبعا تكون كمان دافية، وإذا سخناها تسخين، إذا كانت جامدة وسخناها بنستناها لحتى تبرد وبنحطها. المهم إنها تكون طرية. وفي عندي بيضة كاملة. نخلطهم كلهم مع بعض وبنحركهم لحتى يندمجوا مظبوط مع بعض. وهلا بعد ما خفقتهم شوي بالويسك بضيف عليهم الطحين. عندي هون طبعا 400 جرام طحين، وعندي هون ربع معلقة ملح. هلا بحطهم على الماكينة. طبعا مشان السرعة فينا نستعمل ماكينة، واللي ما عنده ماكينة بيقدر يخفقهم بإيده، يخلطهم بإيده بشكل طبيعي عادي، ما في أي مشكلة. خلصهم عجن وبرجع لكم. شايفين حبايب قلبي شلون صار قوامه؟ هلا هيك عجينتنا صارت جاهزة. طب هلا حبايب قلبي مثل ما انكم شايفين بعد ما وصلت العجينة تبعنا للقوام اللي بدنا اياه، في عندي انا هون محضر طبعا جات تاني دهنه زيت، وداهن ايدي شوية زيت مشان نقدر نلم العجينة، لانه عجينتنا طرية وبتلزق. بنلمها مثل ما انكم شايفين. وبنشكلها بشكل دائري. بنحطها بالجات هذا. هذا الجات طبعا مثل ما قلت لكم دهنه زيت مشان ما تلزق فيه. بنغطيها هلا بستريتش ونستناها لحتى تختمر. بتاكل معنا وقت بين ال 45 دقيقة للساعة تقريبا. بتضاعف حجمها وبتكون صارت معنا جاهزة للمرحلة الثانية. بخلص وبرجع لكم. وهلا رجعنا لكم حبايب قلبي بعد ما اختمرت عجينتنا مثل ما انتم شايفين. اكلت معنا وقت، تركناها 3/4 الساعة. طبعا ما دهنا وشها زيت مشان هيك لزقت. هيك صارت عجينتنا جاهزة. بنبل ايدنا بالاول شوية زيت مشان ما تلزق بايدنا، وبنحط محل ما بدنا نشتغل كمان شوية زيت مشان نشتغل براحتنا ما تلزق. وهلا بنشيلها من هون. نعجنها هيك شوي صغيرة بس شي بسيط، وبنحاول نعملها رولة نمدها مشان نقطعها حسب القياس اللي بدنا اياه. هيك مثل ما انتم شايفين. بنشكلها بشكل دوائر، نضبها نطلع منها الهواء. وبنجمعهم مثل ما نكون شايفين. بنضبها هيك عجينتنا مشان يطلع شكلها من فوق هيك ناعم وأملس، تعطينا شكل حلو لما نحطها بالبيركس. وهي طبعا أنا البيركس عندي جاهزة، داهن هون أرضيتها شوية زبدة، منه ما بتخليها تلزق ومنه بتعطيها نكهة طيبة.
هيك خلصنا تكويرهم. قلنا هون شكل كرات. هلا بنسطرهم بالبيركس ونترك بيناتهم مسافات مثل ما نكون شايفين. هيك هلا بنرجع هي بنغطيها بالنايلون وبنتركها كمان تقريبا شي نص ساعة، بخليها تختمر مزبوط مرة تانية قبل الخبز. بخلص وبرجع لكم. وهيك حبايب قلبي جهزنا أول بيركس، والبيركس الثاني أنا شلت طبعا شقفة من العجينة، حابب أعملها فيني أحشي فيها عجوة أو مثل ما بيسموها تمر. بنحطها طبعا التمر أنا عندي هون مجهزه، خالطه عاجنه مع معلقة سمنة، بنكورهم هيك وهي تطلع كتير طيبة. طبعا هو الموضوع اختياري، فيكم تحشوها أي شي بدكم إياه غير التمر، بس نحن بنحبها هون هيك بالتمر. نحطها بقلبها هيك ونسكرها مثل ما نكون شايفين. بخلص وبرجع لكم. وهلا بعد ما خلصت انا الصواني عندي غطيتهم بنايلون مشان ما ياخذوا هواء، بتركهم يتخمروا نص ساعة. بس يتخمروا نرجع لكم. وهلا حبايب قلبي بعد ما مضى عليهم نص ساعة، طبعا مثل ما نكون شايفين عجينتنا اختمرت على الاخر تمام. وطبعا نحن الفرن عنا محمينه قبل بوقت على درجة حرارة 180. ندهنها، عندي هون حاطط بيضة خافقة مع شوية حليب مشان تعطيها هيك لمعة على وشها بتطلع كتير حلوة. طبعا ندهنها هيك على الهادي مشان ما نرجع نخلي عجينتنا تنفس، تمام منفوخة مثل ما هي. وبنحطها بالفرن تاكل معنا تقريبا بين 10 و15 دقيقة. طبعا بنراقبها، بس نلاقيها استوت احمرت بتكون صارت معنا جاهزة. هلا هيك مثل ما نكون شايفين دهناهم. وبنحطهم بالفرن مثل ما قلت لكم على درجة حرارة 180 بالنص. وبتاكل معنا وقت تقريبا بين 10 دقايق والربع ساعة، وبس تستوي نرجع لكم. وهلا هيك بعد ما مرق عليها ربع ساعة صارت جاهزة. نستناها لتبرد شوي. بهالأثناء هاي بنحط العجينة الثانية اللي حشيناها تمر بالفرن، نستناها لتبرد ونرجع لكم. وهلا هيك حبايب قلبي استوت معنا الصينية الثانية، طلعت بهالمنظر مثل ما شايفين. هاي اللي حاشينا نحن عجوة. هلا هاي بدنا نشيل وحدة قدامكم، شوفها شلون طلعت طرية وهشة مثل ما شايفين. هيك ان شاء الله صحتين وهنا.